حكيم زياش قريب من النادي الاهلي. ليه؟ اول حاجه الصحيفه اللي عارضه ومنزله الخبر اللي قدامك ده بالفعل على لسان اللاعب ان اللاعب ما هوش مرتاح في الفريق التركي، وان المدير الفني اصلا مستبعده من الفريق، وان اللاعب بيواجه مشكله كبيره جدا وبيفكر في بالفعل لفسخ التعاقد عشان انه يكون حر في شهر يناير، وانه هياخد باقي مستحقاته مع الفريق التلفزيوني التركي، وبكده يبقى اللاعب حر وينضم في يناير. طيب كده كل الشروط اللي قال عليها النادي الاهلي اتوفرت. يا ترى بقى الاداره عندنا هتتحرك وتخلص الصفقه دي، ولا هننتظر لما الصفقه دي تروح للوداد ولا تروح لاي مكان؟ بالمناسبه اللاعب مش متطلع على اوروبا، لان من الاخر كده بعد دعمه للقضيه الفلسطينيه بقى بالفعل مفيش فرق في اوروبا عايزه تتعاقد مع اللاعب بعد ما دعم اخواتنا في فلسطين. يعني الامور متوفره، لو اللاعب هيطير بالفعل فهيطير طبعا للوداد او الخليج او المناطق دي، لكن الاهلي لو بالفعل ما اهتمش بصفقه زي دي، من الاخر اللاعب اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، سواء كان في كاس العالم للانديه او في